السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رجعنا فيديو جديد من سلسله افكار المتابعين. كومنت النهارده طلب مني ان انا اشرح انتقاله بتاعت فيديو معين كنت منزله على القناه، والانتقاله دي اللي هو قصده عليها. فالفيديو ده ليك، فتابع الفيديو للاخر عشان هقولك على اسرار كتير. هنتعلم مع بعض النهارده ازاي هنعملها في افتر افكت وكمان في بريمير. من غير ما اطول عليك، انا سايب لك بوست في القناه تقدر تشارك فيه في الافكار اللي انت محتاجني اشرحها لك او انت مش عارف بتتعمل ازاي، ودي هتكون سلسله افكار المتابعين باذن الله. هتقولي في التعليقات الفكره اللي انت محتاجها، وباذن الله هنزل لك فيديو سريع زي دوت. اول حاجه انت لازم تعرفها ان ده مش افكت في البرنامج، ده بيبقى عباره عن اوفرلاي بتحطها على الفيديو وتبدا تعمل شويه اعدادات فبتظبطها. اول حاجه هتبدا تجيب الفيديو ده، هيظهر لك بالشكل ده كده. طبعا هسيب لك تحت في الكومنتات في لينك الموقع بتاعي مجموعه كبيره من الفيديوهات دي، ايا كان الشكل اللي انت عايزه هتلاقيه ان شاء الله، واي ملحقات او اي حاجه انا بستخدمها هتلاقيها في اللينك تحت. المهم اول ما تضيفه يبدا يظهر لك بالشكل ده، هتخفيه عادي. اللي ما يعرفش منين هتيجي على علامه العين دي وتخفيه. ده الفيديو مثلا اللي احنا عايزين نعمل عليه الترانزيشن، تمام؟ الفيديو ده اللي هو ده كده في القائمه الثانيه، تمام؟ والفيديو الانك او فيديو الحبر او ايا كان فيديو الانتقاله في القائمه الاولى. فهتيجي على الاوبشن ده اللي هو تراك مات، لو مش ظاهر عندك اتاكد ان انت مفعل الخيار ده. بعد ما تفعل التراك مات من هنا، هتبدا تيجي على الفيديو اللي انت عايز تعمل عليه الترانزيشن، وتيجي بقى على التراك مات في جزئيه هنا كده ممكن تمسكها وتشدها وتبدا تعملها على الانك او الفيديو بتاع الترانزيشن. اول ما تعمل كده مش هيعمل لك اي حاجه، بس بمجرد انك تيجي على الاختيار ده وتدوس دوسه كده هيبدا يعمل لك الترانزيشن. طب دلوقتي انت عملت الترانزيشن وخلاص، طب انت عايز بقى تدخل الترانزيشن في فيديو تاني، يعني عايز تظهر بيها فيديو تاني. مثلا عندنا فيديو ده اهو، عايزين نخلي ده يختفي والفيديو اللي تحته يظهر. فهنبدأ نقدم الانتقالة كده هنا كده تبقى في النص ما بينهم، وتبدأ تفعل دي زي ما احنا قلنا كده. الفيديو الأول هو اللي هيظهر. طيب احنا بقى عايزين ده يبقى شغال بعد كده يظهر التاني ده، هتبدأ تدوس على العلامة دي، ده يبقى شغال معاك زي ما انت شايف كده، والتاني يبدأ يجي. طبعا هو عمل كده عشان المقطع ده خلص، فاحنا لو عملنا كده لو اخترناهم مثلا وقدمناهم كده شوية هتلاقي اللي هو بيظهر بشكل سموث جدا زي ما انت شايف كده. طيب عشان هقولك برضو على حاجة تكون عارفها، الخطوات اللي انا لسه عاملها معاك دي لو الخلفية سودة والحبر ذات نفسه او التأثير ابيض. طب لو العكس، تعالى نعملها مع بعض. هنبدأ نمسح ده ونجيب التأثير ده زي ما انت شايف، الخلفية بيضة والانتقال ذات نفسه اسود. هنبدأ نخفيها، وطبعا زي ما احنا قلنا عايزين مثلا دي بعد كده ده يظهر بشكل سموث شوية. فهنبدأ نعمل نفس الخطوات، هتبدأ تيجي على دي الفيديو الاولاني بتاعك اللي انت عايز تعمل عليه التأثير، وهتعمل نفس الخطوات. هتبدأ تيجي على العلامة دي وتسحبها وتعملها على فيديو ترانزيشن بتاعك، برضو مش هيعمل حاجة معاك، بس لو دوست على دي هيبدأ يعمل. بس انت دلوقتي انت مش عايزه يبقى كده، يعني انت عايز العكس، عايز الاسود هو اللي يبان. فهتيجي على العلامة دي وتفعلها، فالفيديو كده هيبقى اسود. خلينا نعمله من هنا، الفيديو كده هيبقى اسود ويبدأ يظهر بالشكل ده كده. طب انت مثلا عشان التعليق ده خلينا نبدأ الفيديو من هنا كده زي ما انت شايف. ده لو الخلفية بيضة زي ما انت شايف كده، خلفية بيضة وده الاسود، ده اللي انت عايزه يظهر مش ده. وكده كنا قلت لك ازاي هتعملها في افتر افكت. يلا بينا بقى على بريمير برو. طيب خلينا بقى نعمل هنا، انت مثلا عايز تعمل ترانزيشن من ده لده، تمام؟ يخليه يعني بدل ما هو قطع كده او قطع على طول نخليه بشكل سموث اكتر. هتبدأ تضيف التأثير بتاعك، هيبقى كده. بعد كده تروح على قائمة افكت وهتبحث عن تراك، تكتب تراك بس. اول ما تكتبها هيظهر لك الافكت ده تراك ميد كي، هتبدأ تشده وتسحبه على الفيديو، هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده. الميد دي وهي الافكت بتاع الترانزيشن في انهي خانة، هي دلوقتي في 2، فانت هتختار 2، مش هيعمل معاك الافكت، تمام؟ هتيجي على ديت، هتيجي على اللي تحتها دي، وعشان هي زي ما انا قلت لك كده من ابيض لاسود، هتبدأ تعمل دي لومة وتظهرها، هيبدأ يشتغل معاك زي ما انت شايف كده. طب لو انت عايز بقى تعمل ترانزيشن ما بين الفيديوهين زي ما احنا عملنا في افتر افكت، مثلا الفيديوهين اهم تمام، بس ده زي ما انت شايف كده بيبدأ يظهر كده. فهتيجي هنا مثلا هتعمله كده وتبدأ تيجي على الفيديو اللي انت عايزه يظهر، يعني الفيديو ده شغال اهو عادي، الفيديو ده اللي انت عايزه يظهر، تمام؟ هتبدأ تيجي عليه وتحط عليه الافكت وتختار مثلا دي بقت في 3 دلوقتي، ماشي هنبدأ نختار 3، هيبقى معاك بالشكل ده. طبعا لو عمل لك المشكلة دي هتبدأ تظبطه، يعني تخلي اوله كده معاه تزامنه، فاهمني؟
يبدأ يظهر بالشكل ده بكل سلاسة. ده زي ما قلت لك كده، لو هو من اسود هيتحول لابيض، فاهمني؟ طيب لو العكس هتبدأ تسحب الافكت التاني ده اللي هو من ابيض لاسود. هنمسح الصوت بتاعه مش محتاجينه. هتبدأ تيجي على الفيديو ده اللي انت عايزه يظهر، وتضيف عليه الافكت. بعد كده تدوس عليه عشان يفتح لك الافكتات بتاعته، وتيجي تختار هنا. هتختار ان هو في 3، هتختار فيديو 3. تمام. يبدأ يظهر معاك بالشكل ده، مش هيعمل اي حاجة. بمجرد انك تدوس على لومة هيبدأ يظهر لك نقط سودا كده. ليه؟ لان انت مش عامل، يعني انت عامل الفيديو ده فوق ده، انما هو المفروض يبقى العكس. هنبدأ نرفع ده كده ونخلي ده تحته كده عشان ده اللي هيظهر. يبدأ يظهر معاك بالشكل ده كده. طبعا برضو هنظبطه مع دي، هنزامنه. هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده. طبعا هو هنا اتعمل له قط، لان لو طولناها عادي هيشتغل، يعني انت فاهمني. ولحد هنا اقدر اقول لك ان الفيديو خلص. فلو استفدت ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، واسيب لك تحت في الوصف لينك البوست اللي بناخد منه افكار السلسله ديت. فلو عندك فكره عايز تتعلمها او مش عارف تعملها ازاي، اكتبها لي هناك، وان شاء الله هنعملها فيديو في سلسله افكار المتابعين. وبس كده، سلام.